البنات الاخوان اخوات كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم. بقاو معايا تشوفوا هاد القصه ديال هاد البنت اللي من مدينه الدار البيضاء. الناس اللي كيجيو للفريز شنو كمساكن اش كيوقع ليهم اللي كيحرقوا شنو كيوقع ليهم في اسبانيا. بسم الله توكلنا على الله. البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وفي احسن الاحوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البنات، نتمنى تعجبكم هاد الفيديو. ولا عجبكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك ونتعاونوا بعضياتنا فضلا وليس أمرا. بنات، هاد البنت من مدينة الدار البيضاء. بنت كانت عائلة متوسطة، ما خصهمش ما زعما حياة زوينة. باهم كان كيبيع وشري. الوقيته اللي كانت هي في العمر ديالها تقريبا 10 سنوات، توفى الوالد ديالها وخلاهم هما كاملين صغار. مني وصلت هي السن ديال هما خمسة الولاد، مات الاب ديالهم. الحالات ديالهم تدهورت، من مبقاتش كما كانت، كما احسن كما كانت باهم. الوقيته اللي وصلت هاد البنت خديجه وصلت للعمر ديال 15 عام، بان ليها الزواج هو الحل، وهي كانت باقا صغيره. المهم تزوجات. ملي تزوجات ما تفاهمتش هي والايامات الاولى دازت مزيانه، دازت تقريبا واحد العام، زاد عندهم واحد الوليد، زاد عندهم بنيه. سمحوا لي، الحياه ديالهم ما بقاتش كما كانت. ولات ما بقاوش مفاهمين. الحل الواحد اشنو دارت؟ تفارقت مع الراجل. تفارقت مع الراجل. العمر ديالها كانت باقا صغيره. تزوجت هي في عمر مبكر، باقا ما وصلتش السن ديال الزواج. مهم رجعت لدارهم، قالت اشنو كتخدم مسكينه على باش تكون العائله ديالها وباش تسير عليهم وهذا. حيت خوتها كانوا كلهم باقين صغار، هي الخامسه فيهم. لحقت العمر ديال فات 20 عام. رجعت شنو الحل؟ واحد تقيدات الفريز. ملي تقيدات الفريز البنات، جات الفريز ملي كتدفعي الفيزا وداكشي كيقبلوك. هما كيقبلوا العيالات اللي مجوجين ومطلقين، العيالات اللي عندهم رجالتهم، واللي كتكون فيها سميتو اللي البنت راه ما كدوش. المهم جات كتخلص مزيان، كتخرج مره كتشوف اسبانيا، كدور عجبتها. قالت هذه هي المدينه، هذه هو العالم اللي كتنقلب عليه. المهم الحق الوقيته ديال خاصهم يرجعوا، ما بغاتش ترجع للمغرب. بغات ترجع للمغرب، مسكينه رجعت كتقلب على العائله ديالها. كاينين عمامها كتعيط للعام الاول ديالها، كتقول لي راه شنو واقع ليا وشنو دابا، رانا ما بغيت خاص نشوف فين نستقر، انا ما عندي لا اوراق لا والو. قال لها ما عنديش فين نعاونك. عيطت للعام الاخر كذلك، بحال بقات مسكينه الليله الاولى مسكينه نعسات في المحطه، باش صافي حبست الخدمه، نعسات في المحطه. عيطات لامها، امها عيطات لواحد بنات عمها، قالت ليهم عافاكم، ها واقع لبنتي. قالوا لها مرحبا بها. جات البنت عندها، فرحوا بها البنات، شويه لاباس عليهم، عندهم ريستورانت، جابوها زعما خدموها وتهلاو فيها وكل شيء، زعما حتى توقف على رجليها. الوقيته اللي واحد الصديقه ديالها كانت في الفريز كتعيط ليها وكتقول لها عافاك عتقيني شوفي كي ديري ليا، راه ما عنديش فين نمشي، ودابا انا ما بغيتش نرجع. وهذه هذيك البنت مسكينه خديجه كتطلب البنات عمها، كتطلبهم كتقول لهم راه واقع الصديقه ديالي. سامعوا البنات الصديقات اشنو كيديروا؟ راه كاين الناس ويلين اللي كيدير الخير عمره ما يخيب ولا بد. اللي كيجيب ليه الحوايج ديال خايبين، ربي كيجيب ليه حوايج زوينين. عيطات عليها، جات البنت عندهم تهلاو فيها، خدموها، سكنوها. البنت ولات كتحرش على البنت، هاد البنت خديجه اللي هي اللي عائلتها هادوك الناس اللي جابوا هذيك السيده الاخرى. ولات كتقول لهم راها كتقول فيكم، راها كتعيركم، راها كتقول راه ما فيهاش الحال، فيها وفيها خيب.
صافي الناس تاقوا بها، جراو على البنت اللي من عائلتهم، جراو عليها في غتمشي مسكينه، باتت في الزنقه مره اخرى عاوتاني. هاد البنت هادي باتت في الزنقه، الغد مع الصباح هزت الصاك ديالها والشنطه ديالها. الحل الوحيد قالت انا ما عطاتنيش اسبانيا، غادا نرجع بحالي، غادا نمشي، ما لقيت لا خدمه لا حتى شي حاجه، غادا نرجع بحالي. اشنو دارت؟ مشات للكار غتركب فيه وبقات كتبكي. هو يدخل واحد الولد الاصل ديالو ريفي، شافها كتبكي قال لها اختي مالك كتبكي؟ قالت لي، عاودت لي كلشي القصه حياتها ملي جات لاسبانيا، ها واقع ليا وواقع ليا، ودابا غادا نرجع حدا الوالده، نرجع حدا ميمتي، نجلس حداها حنت هادشي ها وقع ليا وها وقع ليا. مسكينه هذاك الشيء بقى كيشوف فيها، هذاك الولد بقات فيه قال لها شوفي، عاودي معايا الا قبلتي تمشي مع عندنا، كاين الوالده وخوتي خواتاتي، تبقاي معانا حتى تقلبي على الخدمه، وهذيك الساعه الله يعاونك. الله مسكينه بقات فيه وهي تثيق فيه وهي تمشي معاه. مشات معاه، لقات الوالده ديالو وخواتاتو وداكشي تهلاو فيها، تستقبلوها مزيان، شوفوا الخير شنو وقع، هي دارت الخير وني ربي تا هو دار فيها الخير، حيت اللي كيدير الخير عمره ما كيخيب. مهم بركت معاهم تقريبا شهر، قلبوا لها على الخدمه، قلبوا لها على السكنه، سكنات خدمات، وبقات مسكينه تخدم ويني واحد عامين. البنات تكرفسات مسكينه حيت ما عندهاش الوراق، حيت صعيب اللي ما عندوش الوراق حتى هنا في الطاليان كيتمحن، ما كيلقاش الخدمه بسهوله. المهم خدمات مسكينه فاش ما كان كتخدم واحد المده ديال عامين، هي باقا ما عندها لا اوراق لا والو، هي خارجه البنات كدور، وهي تلقى واحد اسبانيوني، سولها على شي حاجه، سولها جاوباتو، هضرت معاه، وهي تبقى كتحدث معاه، كيهضروا بحال ما هكا كلمه كلمه. عاودت ليه قصه حياتها ملي جات كاع لايطاليا، ملي جات عفوا للسبانيون. هو بقى كيعاود ليها، قال لها انا مجوج ومطلق وهذا. المهم بقاو كيبدلوا الحوارات بعضياتهم، عطاتو النمره وعطاها النمره ديال التليفون. صافي بقاو مره كيتلاقاو، دازت واحد الفتره بيناتهم، ارتاحوا بعضياتهم، تزوجوا السيد لاباس عليه، خالف عليه الله، بالطوموبيل ديالو بالفيلا. خديجه ولات حياه من احسن الاحسن. خديجه ملي تحسنات الوضعيات ديالها، عاد ولاو كيسولوا عليها عمامها، وعاد ولاو كيسولوا عليها بنات عمها، وعاد ولاو كيقولوا لها متى نشوفوك، حيت الحياه ديالها تبدلت من احسن لاحسن. شوفوا حنا الناس كيفاش العقليه ديالنا. مهم من بعد دازت واحد الفتره، الفرحه الكبيره والسرور الزوين، هي هذيك خديجة الراجل ديالها دخل الإسلام، سلم، وولات خديجة عايشة حياة زوينة، وولات عايشة من الناس الكلاس، الناس اللي لاباس عليهم بالطوموبيل الجديدة. شوفوا البنات، الصبر ديما كيرجع على مولاه بالخير، الصبر اللي تقوى بالإيمان ديال الله، كي ربي كيعطيه. راجلها دخل الاسلام، هي ولات من الناس اللي لاباس عليهم، حيت راجلها خالف عليه الله لاباس عليه. العائله ديالها ولات كتسول عليها، وين هي عرفت العائله ديالها، صافي ضربات عليها، ولات كتسامع معها مره الا بحال ما هكا في الاعياد ولا في المناسبات. قالت لي ما انا عمرني ما ننسى داك الشيء، انا اللي كنت محتاجاكم، وكنت انا كنعس في الزنقه، واللي كنت كندوي مع عمامي كيطفيو عليا التليفون. دابا انا عندي حاجه في الحياه ديالي الا الوالده ديالي واخوتي والبنت ديالها. قالت لي خديجه ولات الحياه ديالها من احسن الاحسن، وين الناس ولاو كيسولوا عليها، وهذوك بنات عم امها تا هما ولاو كيسولوا عليها، فين نشوفوك خديجه، وينتاش، ولاو كيسولوا عليها من الحياه، ولاو بحال كيتقربوا ليها. وين هي بقات حاقده على هذاك الشيء اللي وقع ليها، ونعسات في الزنقه وتكرفسات وبقات بلا وراق. مهم هذاك سباليوني هو السبب ديال الفرحه
ديال الأوراق ديالها اللي شدات، وديال زعما تستقرات نفسانيا، وصابت هداك الجوج صالح والفرحة الكبيرة، وكنتمناو ليها الخير والتوفيق ديالها، وفرحات هي من اللي راجلها دخل الإسلام. هاد الفرحة الكبيرة اللي تكونات على خديجة. هذه القصة ديالنا اليوم البنات كنتمنى تعجبكم، ديال خديجة اللي جات للفريز وتمحنات. والبنات ما تنساوش البنات اللي كيجيو للفريز كيتمحنوا، البنات اللي كيحرقوا ما كيرجعوش، هذه المصير ديالهم كيتمحنوا البنات. كنتمنى ليهم اللي جا واللي عنده شي عائله واللي عنده يحسنوا ببعضياتهم، يتعاونوا ببعضياتهم. راه ما كيعرفوش الدنيا اشنو خازنه، وراه ما كيعرفوش الحياه، وما كيعرفوش ربي اشنو خازن. راه اي واحد صبر الا كاين الفرج. شو هاد البنت مسكينه شحال تكرفسات، وربي رزقها بالجوج صالح وجوج ولا مسلم، ومشات معاه في طريق زوينه وطريق ديال الاسلام. واخا داكشي كاع اللي تكرفسات واللي تمحنات ربي يخلفوا ليها بالخير. وهذه هي القصه ديالنا على الناس ديال الفريز. بزاف البنات وانا كنعرف منهم اللي جاو وتزوجوا حرقوق وبقاو مده ديال عام حتى الكثر، ورجعوا الزواج هو اللي صدق ليهم يتزوجوا باش يستقروا الحياة ديالهم، باش يصوبوا الأوراق ديالهم. سبحان الله العظيم، ما عمرنا ما غنقولوا على شي وحده جات وتزوجات ولا هذا. كل واحد والظروف ديالو، وكل واحد والقسوه ديال الحياه ديالو. كاين اللي كيكون ما عندوش في المغرب، كاين اللي كتكون الحاله فقيره، كيجي ما كيبغيش يرجع. هذا هما ما كنعذرو، حتى كنعذرو اي واحد اللي جا وحراق وبقى هنا، كنعذروه البنات. حيت اي واحد كيبغي يقاد الوضعيه ديالو ديال الحياه ديالو في المغرب. ومنهم بزاف البنات اللي ولاو كيجيو من غير الناس اللي كيخلوا وليداتهم، كتخلي راجلها كتجي تخدم، كتدي داك القسم اللي كتب الله. راكم عارفين لا زعما الصالير ديال الخلاص وداكشي كيكون شويه طالع على من كنهضروا بالنسبه للمغرب. هذاك الشيء علاش الناس كتغامر كيخلوا وليداتهم وكيخليو كيجيو المساكن كيجيو لاسبانيا باش كيخدموا. كاين اللي كيخدم 3 شهور، كاين اللي كيخدم 6 شهور. مهم كيخدموا مزيان وكيدو فليسات وكيدو يعاونوا وليداتهم ويعاونوا رجالتهم. كاين بنات الناس اللي كيجيو، وكاينه اللي كتكون ما فايت فيها الزواج ولا كتكون هادو. البنات راه ما كيدخلوش، البنات اللي كيكونوا باقي مع عمرهم مزوجين ما كيدخلوا البنات اللي كيكونوا مزوجين ومطلقين، والبنات اللي عندها راجلها واللي عندها راجلها وليداتها. راه من طبيعه الحال البنات راه ما راه كتحاول كتجي وكتخدم وكدير داكشي اللي قسم الله، وكتمشي عند وليداتها كتكون متفقه مع راجلها مع العائله ديالها ومع وليداتها. كتجي وكتدي داكشي اللي قسم الله وكتمشي. وهذه هي الحياة مزيانة. المرأة اللي كتكون معقولة وباغا تخدم، الراجل كيدير فيها الثقة التامة وكيخليها كتجي وكتخدم وكتدي داكشي اللي قسم الله. ومسكينة اللي ما عندهاش ومجوجة مطلقة وعندها وليداتها وجلسات حرقات وجلسات، كنتمناو التوفيق للجميع. وهذا هو الفيديو ديالنا البنات. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك. وهذه هي القصة ديال الناس اللي كيجيو من المغرب للفريز. الناس كتمحن، الناس اللي كتحرق وكتبقى هنا ولا ما لقاتش من يحضنها ومن العائله ولا هذا، كتمحن كتدفع الثمن. وكنقول لكم عواشر مبروكه اللي بقى معايا حتى لهنايا. المهم ما قلتهاش في الاول، قلتها في الاخر. وراه ان شاء الله احنا مقبلين على رمضان. كنتمنى يكون ان شاء الله ايام زوينه وايام بالصحه والسلامه، والله يجعل صدر ربي يكف من هادشي ديال الزلازل وهاد الكوارث.
ومع السلامة ومع فيديو جديد، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنسونيش من لايك.